واليوم غنشارك معكم هاد لي سيجار كيجيو لذاذ بزاف، كيجيو بنان بحشوه مختلفه، يعني على الحشوات اللي كنديرو دائما شي حاجه كتجي معلكه ولذيذه. هنا غتبعوا معايا المقادير والطريقه وباش عمرت هاد لي سيجار. المهم هنا كناخد طريفات ديال سيبيا وكنقطعوهم على هاد الشكل. المهم كنقطعوهم مربعات اللي هما صغارين. صافي كنحاول نقطع حتى كنقطع الكميه اللي عندي كامله، ومن بعد كندوز ناخذ واحد المقيله كندير فيها واحد الطريف ديال الزبده. المهم هاد الزبده كتوازن بزاف مع هاد السيبيا هادي، وكان نحك عليها ضريز ديال الثومه، اولا لا عندكم الثومه بودر ممكن تعوضوها بداك الثومه اللي حكيت. صافي وكنبدا نحرك مزيان وكنشحر وكنضيف التوابل. هنا ضفت البزار وسكنجبير شويه د الملحه، المهم ما كتبغيش بزاف ديال التوابل. وصافي هنا كنبدا نشحر فيها مزيان، راه كتطلق الماء ضروري اننا نعليو عليها النار، يعني تكون عاليه بزاف باش غير كتنشف لينا. ومن بعد كنضيف 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض، يعني الدقيق الرطب، وكنبدا نحرك على هذا الشكل هذا مزيان حتى كيتلبس ليا داك الدقيق مع هاد الحشوه هذه. ومن بعد غادي نضيف الحليب ضفت 2 كيسان ديال الحليب، وضفت 2 ديال الفرماجات مثلثين، او اي فرماج عندكم ممكن ديروه مربع او ممكن ديروا الجبن. صافي المهم هاد الفرماج كيعطينا غير اضافه ديال انه كيعطينا الذوق وصافي. ومن بعد كنبدا نحرك مزيان على هاد الشكل هذا حتى وكنستمر في التحريك حتى كيعقد ليا الخليط. المهم في هذه المرحله هو اننا نبداو نحركو حتى كيعقد، لان الا خليناه راه كيتحرق لينا، لان فيه الدقيق يقدر يلصق لنا في المقله وكيخسر لينا هاد الحشوه كلها غتخسر. ضروري اننا نقصوا النار ونبداو نحركو. يعني المرحله اللي كنحطوا فيها الطحين مع الحليب كنقصوا العافيه وكنبداو نحركو. صافي على هذا الشكل حتى كيولي ليا الخليط عاقد على هذا الشكل هذا. صافي كينشف، ما كيبقاش فيه داك الماء الزايد. وهنا كنكون صافي يعني ساليت الحشوه ديالي، راها وجدات معايا كتولي هكذا ثقيله، يعني باش الا حشينا بها الورقه ما كترتقش لينا او ما كتكونش سايحه. وهنا كناخذ الوريقه، يعني كتكون هكذا ورقه صغيره، وكنلفها على هذا الشكل هذا باش كتعاوني في الحشوه انها ما تخرجش، وكنبدا نلفها على هذا الشكل. صافي كنلف وكناخذ الخليط ديال الطحين مع الماء وكنديرو هكذا في الاخر باش كتلصق. المهم ضروري هذاك الماء اللي كنتو غتقليوهم، الا غديروهم غير في الفران تقدروا تستغناو على ديك المرحله ديال الطحين مع الماء. وصافي هنا كنبدا نحط الحشوه وكنلف على هذا الشكل هذا كيف ما باين لكم في الفيديو. وانا كندهن بالخليط ديال الطحين والماء وكنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، يعني داك الوريقات اللي عندي وداك الحشوه. المهم في هذه الحشوه راه ما كنديروش كميه اللي هي كبيره، الا كثرتوا الحشوه راه غتطرطق لكم، وفاش غتقليوهم في المقله اولا تحطوهم في الفران غيطرطقوا، المنظر ما كيبقاش ليهم مزيان. من الاحسن انكم ديروا حشوه اللي هي قليله، وبالنسبه للطويه خليوهم، يعني ما تزيروش يديكم. صافي باش كتخلي داك الحشوه فين تنفس. صافي كان هذا هو الشكل النهائي ديال هاد لي سيجار ديال اليوم. المهم هاد الفكره راه كانت زوينه بزاف وكيجيو بنانين، جربوهم ما غتندموش. ممكن انكم تعوضوا سيبيا بالكروفيت اولا بالدجاج. المهم راه هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف. انا كنهضر غير بالنسبه للناس اللي ما عندهمش متوفرش عندهم هاد السيبيا، ممكن يعوضوها بالدجاج اولا بالكروفيت. صافي كان هذا هو الشكل النهائي ديال لي سيجار، كيجيو معلكين وكيجيو لذاذ بزاف. ومن بعد ما ساليت الكميه ديالي راه ممكن هاد لي سيجار انكم تحتفظوا بهم في المجمد. بالنسبه لي انا كنحطهم في واحد البلاطو، كنحطهم في المجمد، كنغلفهم بواحد البلاستيكه، ومن بعد ما كيجمدوا كنحطهم في بلاستيكه وكنجبد القياس اللي بغيت. صافي كان هذا هو الشكل ديالهم. من بعد ما كملتهم غادي نحتفظ بهم انا في المجمد، وغادي نطيب معكم واحد الكميه اللي غادي تشوفوها. غادي نسخن الفران، انا هنا هادو طيبتهم غير في الفران، كنسخن الفران وكندهن اللاطه بالزيت
ومن بعد كنحطهم في لاطه اللي دهنت بالزيت وكندهنهم من الفوق وكنحطوهم في الفران صافي. وكنقش يعني العافيه كتكون معتدله لان كيكون الفران سخون. وهذه النتيجه ديالهم بعد ما كيطيبوا لنا من التحت ومن الفوق. كترشوهم باش ما بغيتو بالفرماج اولا كتخليهم هكاك. كتهدي النتيجه النهائيه. صافي هذا هو السيكار ديالنا من بعد ما طاب. شوفوا معايا راه كيجي زوين. وهنا غادي نحل معكم واحد الوحيده باش تشوفوا الشكل ديالو من الداخل كيفاش كيجي وكيفاش كتجي داك التعليكه. شوفوا معايا راه كيجي معلك وكيجي لذيذ بزاف هاد لي سيجار. نتمنىكم انكم تجربوا هاد الفكره هادي وبصحه والراحه. وما تنساوش لي لايك.